السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في احسن حال ان شاء الله. شايفين بقى الحلاوه والجمال ده؟ بسم الله ما شاء الله. الكايزر بتاعي هش وقطن كده وتحفه. بنجيب الرغيف ب3 جنيه من بره، لا النهارده هنعمله بكل سهوله النهارده وبساطه. شايفين قلبه؟ بسم الله ما شاء الله، تحفه. طري جدا، هش جدا. عجينه، والطعم بقى ما اقولكوش تحفه. وكمان هنعمل معاه برجر بطريقه سهله جدا وجميله جدا، ولا يكش معانا على النار، وهنعرف ايه تكاته بقى اللي ما تخلوهوش يكش معانا على النار ولا حاجه. وطعمه اروع من بره كمان وافضل. ويلا بينا نبتدي. وقبل ما نبتدي نسمي الله ونصلي على رسول الله عليه الصلاه والسلام. معايا ايه؟ كوبايه لبن دافيه كده، واحط عليها معلقه صغيره خميره، 3 معالق صغيرين برضو سكر. معايا برضو هحط عليها ذرة ملح كده، واقلب الكلام ده كله في بعضه لغاية ما يدوب مع بعضه كويس جدا، السكر والملح مع الخميرة. حط ايه معايا؟ ربع كوباية زيت حطيتها عليها بالشكل ده كده، وقلبته وركنته. جبت المواد الجافة، معايا 3 كوبايات دقيق، ومعايا معلقة بيكنج باودر برضو صغيرة. يعني المكونات بتاعتي كلها بالمعلقة الصغيرة، لان كمية الدقيق بسيطة. لو هتعملي هتضاعفي الكمية، هتضاعفي الايه المكونات بتاعتك. هقلب بقى، احط المواد الجافه على المواد السايله اللي انا جهزتها، وهبتدي بقى اعجنها كويس جدا معايا. هخلي العجينه بتاعتي ايه، هخلي العجينه بتاعتي طريه بتلزق كده، مش هخليها متماسكه قوي عشان الكيزريه معايا تطلع طريه كده وهشه وجميله. اللي العجينه هنا شربت الدقيق معايا، بس حسيتها متماسكه شويه، فحطيت لها كمان حوالي 3 معالق لبن بس. شايفين العجينه معايا عامله ازاي؟ عايزاها عجينه طريه كده بتلزق في الايد، حلوه ما تكونش متماسكه. اما العجينه بتبقى طريه بتطلع هشه معايا، وبتطلع طريه كمان في السوا بعد السوا. دلوقتي هلمها بس كده، واغطيها واسيبها تخمر. فين العجينه بتاعتي؟ ما شاء الله بقى عجنتها، يعني مش كتير، عجنتها حوالي 5 دقايق. شايفين العجينه طريه خالص ازاي؟ وبتلزق كده وجميله. هسيبها تخمر، ويلا بقى نبتدي نعمل البرجر مع بعض. معايا هنا كيلو الا ربع لحمه مفرومه، هحط عليها كوبايه الا ربع فول صويا. ما مش حابه الفول الصويا، ممكن تحطوا بقسماط، بس هو البرجر يعني فول صويا. وما تخافوش، يعني اللي بيقول لك لا ده غلط على الولاد وكده، احنا مش بنستخدمه كل يوم، احنا بس ساعه البرجر بس كده وخلاص. معايا التوابل بتاعتي بقى ايه؟ ملح وفلفل وبابريكا، ملح وفلفل اسود وبابريكا، ومعلقه بيكنج باودر، وتوم باودر، وبصل باودر، وتوابل وتوابل برجر. ومعايا كمان بيضه. هبتدي احط المكونات، طبعا هكتب لكم المكونات كلها في صندوق الوصف ان شاء الله. هبتدي احط المكونات بتاعتي كده على بعضها كلها. وليه البيضه؟ البيضه هي سر ان تخلي البرجر ما يكشش معايا. وكمان معلقه البيكنج باودر الصغيره دي بتخلي البرجريه جوسي كده وجميله كده، مش ما بتكشش على النار ولا حاجه، ولا بتبقى ناشفه كده ولا حاجه. دي ميزه البيضه، وميزه البيكنج باودر. والتوابل بتاعتي كلها حطيتها كده مع بعضها، وهقلب الكلام ده كله ببعضه. عندي الكبه اديله فرمه، بس انا ايه حبيت اعمله بايدي كده قدامكم. عجنتها بقى لغايه ما تبقى اللحمه والمكونات اللي انا حطيتها متجانسه كده في قلب بعضها. وهركنها بقى على جنب، ونشوف هنعمل ايه مع بعض تاني. طريقه البرجر دي يا بنات بسم الله ما شاء الله معتمده عندي، وبعملها على طول تحفه، ولا بتكش بقى على النار. وطعمها وريحتها تحفه حكايه، وحاجه نظيفه في بيتك، ما صرفتيش حاجه ولا جبت حاجه، يعني كيلو الا ربع. والحاجه دي يعني هتعمل لي، هتشوفوا الكميه في الاخر اوفر من بره بكتير جدا جدا. هبتدي بقى اكورها كده، ومعايا الفورمه بتاعه البرجر. او لو ما عندكيش الفورمه، ممكن تفردي اللحمه بتاعتي بين كيسين، وتقطعيها بالكوبايه، تقطعيها بغطا برطمان، تقطعيها ببرطمان، عندك دي بدايل عندك ممكن تعمليها. انا جبت الفورمه بتاعتي كده، حطيت تحتها كيس، مقطعه اكياس بالشكل ده كده، اكياس تلاجة او شنط عندي مقطعاها. وهبتدي احط في تحت قطعة اللحمة وفوقيها، عشان ما تلزقش معايا في الفورمة بتاعت البرجر. شايفين شكلها تحفة؟ أنا بس بضغط عليها جامد كده عشان تفرش معايا، تملى الفورمة بتاعتي، وتبقى في نفس الوقت السمكها حلو كده. شايفين شكلها؟ بسم الله ما شاء الله تحفة. يعني الحجم بتاعي جامبو، شايفين السمك بتاعه ما شاء الله معقول، ولا تخين قوي ولا رفيع قوي.
هيرمي معايا ما شاء الله كميه معقوله تشبع ولادي وتشبع الاسره كلها ان شاء الله. هبتدي اكورها كده. طبعا احنا عارفين في الغلا اللي احنا فيه ده والولاد عايزين ياكلوا من بره، فقلنا لا، قلت لا انا اعمله في البيت افضل من بره بكتير جدا. في ظل الغلا اللي احنا فيه ده مش هنحرم ولادنا، برضه هنعمل لهم اللي هم عايزينه بامكانيات على قد ايدينا، وفي نفس الوقت نعمل لهم اللي هم عايزينه كله ان شاء الله، وربنا يقدرنا عليهم يا رب. ببتدي احط في الفورمه كده زي ما قلت لكم، الكيس تحت والكيس فوق. بشيلها بقى، بشيل الكيس اللي فوق ده عشان احطه تحت المره الجايه، وده بس بشيلها بيها كده عشان ما تلزقش في اللي تحتيها، واحطها على اللي تحتها بالشكل ده زي ما انتم شايفين معايا كده. الكميه دي الكيلو الا ربع لحمه عملت لي الحجم الجامبو ده، عملت كام واحده؟ عملت لي 11 برجرايه. شايفين بسم الله ما شاء الله الكميه بقى 11 برجرايه. يعني لو هتعمليه اصغر من كده ممكن تعمل معاكي حوالي 18 قرص صغير، بس ده انا عاملاه جامبو، فايه عامل لي 11 واحده، 3 و3 و2. هغطيه بالاكياس بتاعتي كده عشان ما ينشفش معايا، وابتدي احطه في التلاجة على ما نشوف هنعمل ايه بعد كده. هشيله بقى احطه في التلاجة. وجبت العجينه بتاعتي، خمرت بسم الله ما شاء الله، سبتها ساعه خمرت وبقت منفوشه كده وحلوه. جبت الصينيه دهنتها ورق زبده، ما عندكش ورق زبده ادهنيها بزيت عادي جدا مفيش مشكله. حطيت تحتيه شويه ميه كده عشان يوزع الحراره عندك كويس، ودهنتها بشويه زيت. وهبتدي مش هفضي الهواء من العجينه بتاعتي ولا حاجه، مش هضيع الخمر بتاعها يعني، لا. همسكها اشكلها بقى بالشكل ده زي ما انتم شايفين معايا كده. اخد احشي زي ما تكوني بتحشيها، تاخدي من بره لجوه من بره لجوه، ليه؟ عشان تبقى من جوه مديان التدويره بتاعه الكايزر اللي احنا بنشوفها بره دي. يعني ما كورهاش كده، افضل الم من بره لجوه من بره لجوه كده زي اللي بحشيها بالعجينه بتاعتها كده. هتشوفوا معايا واحده تانية دلوقتي. شايفين بجيب من بره لجوه من بره لجوه ازاي، واحاول بقى ما اخليش فيها فتحات خالص زي ما انتم شايفين معايا كده. الحجم بقى اللي انت عايزاه، طبعا انا عملت برضو الحجم للجامبو، 3 كوبايات دقيق عملوا لي 8 كايزرات. شايفين الحجم بسم الله ما شاء الله تحفه. معايا بيضه كامله، مش هحط عليها لبن ولا حاجة، انا هحط عليها معلقة خل صغيرة عشان بس الزفارة بتاعة البيض، وهقلبها كويس جدا. مش هحط لبن ولا حاجة، بحس ان اللبن بيتحرق معايا او بيخلي لون الحاجة غامق كده محروق كده. صفار البيض والبيضة بيبقى حلو قوي، بيديني نتيجة هايلة. هبتدي بقى اوزعه بالفرشه عليها كده. وعندك بقى سمسم، عندك حبه البركه، عندك اللي انت تحبيه، عندك ينسون، اللي انت تحبيه حطيه على الوش. ولو حطيتيه من غير حاجه كده خالص هيبقى تحفه برضو وجميل. المهم في طراوه العجينه نفسها وهشاشه العجينه نفسها. يطلع معايا كايزر افضل من اللي من بره كمان، وفي نفس الوقت عملت لاولادي اللي هم عايزينه، وايه بامكانيات على قد ايدي. جبت الجريل بتاعي كده، انتوا عارفين طبعا ان الجريل ده جاي مع البوتاجاز بتاعي. خلاص بقى محدش عارف يجيب البوتاجاز ده دلوقتي بسم الله ما شاء الله. هبتدي احط البرجر بتاعي على قد اللي موجود، والباقي طبعا هشيله، اللي يجي هعمل له منه على قده عشان الحاجه ما تنشفش معايا وتبوظ معايا خساره. هبتدي بقى اقلبه بالشكل ده كده. شوفوا هتشوفوا معايا البرجر ما شاء الله ولا كش ولا حاجه خالص. قطعت بقى البصل على قد اللي هياكل برضه، يعني اللي بيجي بعمل على قده علشان الحاجة ما تخسرش معايا وتبوظ خسارة. جوسي بقى وتحفة كده، طري وجميل جدا. فانا حطها على عينين 2 كده. العين اللي ورا دي بتبقى عالية شوية عن العين اللي الناحية دي، طبيعة البوتاجاز كده. هبتدي بقى اقلب البصل بتاعي واقلب الايه، حطيت البصل مع البرجر عشان البصل بياخد سوا شويه. هبتدي بس انقل البرجر على العين اللي ورا عشان العين اللي ورا اعلى شويه عشان ياخد لون معايا بسرعه. خلاص اتاكدت ان هو استوى. وابتدي بقى قطعت الطماطم طرنشات كده، هبتدي احطها برضو معايا زي ما انتوا شايفين معايا كده. البرجر ما شاء الله ولا كش ولا حاجه خالص، وريحته طالعه تحفه وطعمه ولا اروع. يعني عجب ولادي افضل من اللي بره كمان. انا قبل كده عاملاه لكم بالجبنه، عاملاها في فيديو قبل كده بالجبنه برضو، شغل مطاعم احترافي. ان شاء الله اسيب لكم اللينك في صندوق الوصف ويعجبكم ان شاء الله تجربوا ده او ده. بس انا قلت اعمل ده على قد الايد كده من غير جبن ومن غير حاجه. انت بقى عايزه تحشي في الساندوتش جبن بقى، عايزه تحطي اللي انت عايزاها تحطي، دي حاجه ترجع لك انت. بس انا حبيت اعرفك طريقه الكايزر وطريقه البرجر بتاعنا النهارده، بصراحه ما يختلفش على اتنين. بس يا ريت بقى ان شاء الله لو عجبكم الفيديو ما تنسونوش في اللايك وتعليق حلو كده زيكم ان شاء الله.
هبتدي اقلب الخضار بتاعي كده، وانا حطيت عليه كده شويه ملح عشان ما يبقاش دلع معايا، يبقى طعمه حلو برده معايا كده. وادي الكميه بتاعتي اللي طلعت، بسم الله ما شاء الله، عملت الكميه بتاعتي. هنعمل بقى شويه سلطه خيار بقى تحفه كده، يعني تسمعي عنها في المطاعم الكبيره. عندي الخيار المخلل زي ما انت شايفه معايا كده، مقطعه صغير، قطع صغيره خالص. وجبت كيسين مايونيز، هحطهم عليهم زي ما انتم شايفين معايا كده، وهحط عليها برضو كيسين كاتشب، وهقلب الكلام ده كله ببعضه. دي سلطة خيار بقى، احسن بقى، افضل من الكولسلو وافضل من اي سلطات تانية. هتعشقيها ان شاء الله كده وهتحبيها مع البرجر باذن الله. وده الكايزر بتاعي، بسم الله ما شاء الله، بعد ما طلع. شايفين حجم الكايزرية قد ايه؟ يعني بنشتريها ب3 جنيه دي، يعني حاجة مبالغ فيها، مع انها هي اصلا يعني امكانياتها بسيطة جدا. 3 كوبايات دقيق عملوا لي حجم قد ايه وكمية قد ايه. عملوا لي 8 كيزرات ما شاء الله يكفوا، يعني ما شاء الله السندوتش بقى كبير جدا وحلو. هتشوفوا قلبه معايا دلوقتي، هش جدا وجميل، افضل من اللي بتجيبيه من بره 1000 مرة. شايفين قلبه عامل ازاي؟ هش جدا وقطني وجميل وطري خالص خالص ما شاء الله. بس المهم بعد ما تطلعيها من الفرن تغطيها شوية، وبعدين تشيل الغطا بتاعها. يعني ايه، ممكن تطلع ناشفة من الفرن، بس بعد ما تغطيها ما ترشهاش مية ولا اي حاجة خالص. غطيها بكيس بلاستيك عندك او بفوطة، وسيبيها حوالي 10 دقايق، هيطرى معايا وهيبقى جميل جدا. حطيت بقى، فتحته، حطيت سلطة الخيار بتاعتي العشق دي بقى، ما نعرفش ناكلها من غير البرجر، ما نعرفش ناخد البرجر من غير السلطة دي بصراحة. هحط بقى البصل بتاعي كده، عندك بقى كابوتشي، عندك خس، عندك جبنة، اللي تحب تحطيه لولادك حب يعني حطيه. وبألف هنا وشفا يا رب للي أكل، وبألف هنا وشفا يا رب إن شاء الله للي هيجربها. وهنبتدي بقى نحشي الحشوة بتاعتنا كده بالجمال ده كده. نوزع بقى الطماطم ونقدم لولادنا زي ما احنا عايزين نقدم. بسم الله ما شاء الله، التقديم ده بقى على ذوقك انتي. انا عملت بس 4 سندوتشات كده، هبتدي ازينهم بالكاتشب والمايونيز عندي. وده كان الفيديو بتاع النهارده. يا ريت لو عجبكم ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناه، وكومنت حلو كده زيكم تشجيعي فضلا وليس امرا. واسيبكم بقى مع المنظر الجميل ده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.